السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جبت لكم فيديو حلو متداول ما بين كل القنوات، لكن النهاردة أنا عندي بطريقة مختلفة جدا جدا وسهلة ومش ولا أخف ولا أرق من كده. طيب أنا عندي ايه المكونات بتاعتي؟ عندي كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقتين من السكر ونص معلقة من الملح، ويعتبر خدت كوبايتين من المية، بس أنا بنزل من المية بالتدريج علشان خاطر ما ي... لاني مضمنش دي نوعيته ايه. تعرفين طبعا يعني كل دي نوعية بتختلف من نوعية للتانية. تمام، بس النوعية دي كانت حلوة بصراحة وما خدتش مية كتير مني وما سيلتش، لا كانت العجينة حلوة قوي. انا هنا دوب لميتها وهكملها عجن على الرخامة. طيب العجينة عشان خاطر تاخديها تاخدي منها نتيجة كويسة، هكون تعملي فيها ايه؟ لازم تعجنيها كويس جدا جدا، يعني لا يقل عن 10 دقايق، وانت تخدميها كويس قوي. وكل ما تبلي ايدك بس كده وايه وتشتغلي فيها، تبلي ايدك اهو، تبلي ايدك بل عبال ما لمتيها، لا ما تحطوش تاني ميه، بس تبلي ايدك بل عشان خاطر تبقى العجينه تبقى طريه قوي وناعمه، وتبقى وتشغلي فيها الكولاجين اللي هو بيعمل العرق بتاع العجينه. هنا انا خدت مني وقت بتاع لا يقل عن 10 دقايق، بس كانت العجينه تحفه بجد. شايفين؟ طريه قوي وملسه وحلوه زي العسل. هقطعها على كام كرة؟ هقطعها على 5. ماشي اهي، يعني كل واحدة تقريبا 200 جرام اهي زي بعضها. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ اللهم بارك، الله اكبر، زي العسل لوحدها كده زي الفل. ليه؟ انها اتخدمت حلوة قوي، اتخدمت حلوة قوي. تخدمي العجينة تديكي احلى مخبوزات. هو السر كله في انك انت تعجني كويس. هغطيها واسيبها ترتاح شوية، ادهن وشها بس بالزيت شايفه؟ من غير ما ادهن وشها بس بتلمع زي الفل. تمام، واغطيها بكيس كده واسيبها ايه نص ساعه. سبتها وارتاحت وزي الفل، اجي ماسكاها ايه مقرصاها اهو. تمام اهو، شايفين؟ مجرد ما بحط بس سبتها بتاع نص ساعه كده، سبتها انا هنا كنت جايبه زبده على سمنه بتاعت التوريق، مش متسيحين خالص، لا انا كده سايباهم خام لانهم ايه، انا عايزاها خفيفه، مش عايزاها تقيله ولا عايزاها تلكم، لا ده الطريقه ديت بتبقى خفيفه قوي 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 في الاكل، ما بتبقاش تقيله. انا باكل فطير كتير لا بيبقى تقيل قوي، بيصدم من اول لقمتين 3 بيصدم، لا دي خفيفه ومورقه وزي العسل اهو. حته زبده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. الفطير عامة جميل جدا وكل الأشكال وكل الطرق حلو قوي، بس أنا بحب الطريقة دي بصراحة لأني بتبقى خفيفة وما يعني وسهلة معايا وما بتاخدش معايا وقت خالص، وبتبقى طعمها حلو يعني حتى كطعم حلو وخفيفة قوي. وهي شايفين التورية عاملة ازاي؟ شايفين؟ شايفين العجينة عاملة معايا ايه؟ تحفة تحفة بجد. ما بين كل طبق وطبق انا بحط زبدة ألمها كده زي الظرف، واجي جايب واحدة تانية اهو، دوب بس دهنة بسيطة قوي من الزيت. شايفين اهي زي العسل اهو. تفرديها تتفرد بكل سهولة، رايحة جاية معاكي جميل، اللهم بارك، زي العسل. اهم حاجة الخدمة، انك انت يعني هو الغلبة كلها بس كده انها تتعبي شوية، تخدمي شوية العجين لا يقل عن 10 دقايق. عايزة نتيجة كويسة، عايزة عجينة كويسة، تخدميها كويس وتخبطيها كده خبطتين كده انت بتعجني فيها كده على الرخامة عشان خاطر تنشطي فيها مادة الكولاجين اللي هو بيعمل عرق وبيظبط لك العجينة خالص وبيخليها حلوة قوي. كل ما تفردي فيها كل ما بتتفرد. انا عايزه اقول لكم انا عندي الرخامه هنا مش كبيره قوي، يعني لو كان انا كنت عاملاها على طبليه او عاملاها على مثلا رخامه اكبر كانت تفرد معايا اكبر واكبر، لكن الحمد لله ربنا يبارك في اللي موجود اهو. بشدها كده من النص جميله جدا زي العسل اهو. واجيب بردك اهو زبده التوريق بتاعتي وسامه التوريق بتاعتي واجي شغاله فيها دهنها من كل حته اهو.
شايفين؟ جميلة جميلة بجد اهو، حلوة قوي. بحط بردك هنا بردك من زبدة التوريق تاني اهو، واجي لفاها ومكملها قرطاس وسايبها. تمام. لو وصلتوا معايا لغاية هنا متنسوش تحطوا لي لايك وشير ودعوة حلوة منك، واهم حاجة اللايك يا جماعة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دي انا هعمل دي اخر واحدة، وفي 2 تاني. انا قطعت الكيلو على 5 فطاير. دي انا كده هعمل لكم اخر واحدة كده. تمام، عشان خاطر تشوفوا ايه بس الطريقة، بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده اهو. شايفين الجمال بقى بصراحة يعني حلو قوي. لو اتقطعت ما يهمكيش، هتتلم برضه. تمام. اولع بقى على النار من تحت على درجة حرارة عالية. الفطير لازم بياخد درجة حرارة عالية 250. بعد كده بقى مجرد ما بينتخب ياخد لون ممكن تهدي عليه اهو، عشان ما يحرقش مننا ولا يتلسع. لا، يبقى بعد بس ما يتنفخ كده ويستوي حلو نهدي عليه ياخد سوا، يبقى زي العسل اهو. ما شاء الله كانت الفطيرة كبيرة مع انها هي صغيرة، بس فردت معايا كبيرة يعني، فردت معايا تفردها فردة حلوة اهي. شايفة زي اللي بقى والله جميلة جدا، رايقة وحلوة كده اهي زي العسل. وانا كنت جايبة الصواني بتاعتي بعد ما خلصتهم. يا دوب دهنة بسيطة قوي كده بس من الزيت. تمام. كنت ريحتها هنا بردك لا يقل بردك كده عن ربع ساعة، وافرد بقى. كل ما تسيبيها اكتر كل ما ترتاح معاكي اكتر وتفرد معاكي وتبقى جميلة قوي اهو. دي واحدة ودي التانية. انا عملت صينيتين في صينيتين عشان خاطر الفرن مش تاخد معايا اكتر من صينيتين. تمام. وان شاء الله هعمل لكم بردك المرة الجاية يعني فطير بطريقة تانية مختلفة ان شاء الله. وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل كل الوصفات مع بعض اهو. تريحي، كل ما تريحي كل ما تديك نتيجة اكتر. وهنا كنت دخلتهم الفرن وطلعتهم وسويتهم الخمسة، والله زي ما بارك زي العسل. ويا تجربوا الطريقة وتقولوا لو عجبكم في الفيديو، وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.